من شهر كده نزلت فيديو بتكلم فيه على تجربتي الالعاب البي اس بي وتقييم الالعاب اللي انا لعبتها، وقلت خلاص كده مش هنزل فيديوهات تانية عن البي اس بي. بس جه متابع ورشح لي شويه العاب العبها. بصراحه القائمه كانت كبيره، فكان لازم ان انا اختار الالعاب بعنايه عشان طبعا النت ما يخلصش، يعني عشان انا في مصر الحبيبه. قررت ان انا اختار الالعاب بناء على الاسماء اللي هتعجبني. اول لعبه قررت ان انا اختارها وهي لعبه فيفا ستريت 2، وده عشان انا كنت ناوي احملها اصلا. دخلت اخترت الفريق بتاعي. اللعبه بقى كانت صعبه بصراحه لان انا كنت عاملها هارد عشان انا فاكر نفسي محترف. يعني الفكره بقى مش هنا، الفكره بقى ان انا يعني اللعبه بتلعب بشكل مجنون. انا اخترت منتخب البرازيل في الاول، فضلت العب بيه كده شويه. رونالدينو عمال بيرقص وعمال بيعمل مهاراته، ويعني ما شفتش كده في حياتي. خلصت بقى شويه بقى الحاجات اللي هي الفرق اللي انا بختارها دي، وبعدها بقى قررت ان انا اقلب شويه في قوائم اللعبه. ولما قلبت لقيت ان انا اقدر اعمل لاعب. هنا تجربتي للعبه اختلفت تماما. في الاول انا سميت اللاعب بتاعي محمد، بعديها قررت ان انا اسمي الفريق بتاعي بوي. عايز اقول لكم ان انا فضلت قاعد 5 ماتشات كلهم بخسر، باخد بالاقلام على وشي، بلاقيهم عمالين يسجلوا اهداف بطرق عجيبه وبيعملوا مهارات عجيبه قوي، وانا مش عارف اصلا اسدد تسديده واحده. واحد ربنا فعلا الماتشات كانت صعوبتها مستحيله. فعشان كده قررت ان انا اخلي الصعوبه بدل من هارد لميديا، وبرده ما اختلفش حاجه، وبرده كنت عمال بخسر لحد ما جمعت نقط. فواحده واحده بدات اطور اللاعب بتاعي. الفكره بقى والمشكله في اللعبه دي انك كل ما بتيجي تشوط اي شوطه الحارس بيصدها، مفيش اي شوطه بتيجي. يعني انت مضطر تقرب من الحارس قوي عشان تقدر تشوط، وده بصراحه انا شايفه عيب في اللعبه. يعني انت الحارس قوي جدا، قوي بزياده، وانا مش عارف يعني هو الحارس قوي بزياده ولا اللعيبه بتاعتي شوطتها وحشه قوي كده. لما طورت اللاعب بتاعي واحده واحده قررت ان انا اطوره في السرعه والشوطات، واللي انا عملته هو فعلا نجح. يعني لقيت فعلا اللاعب بقى سريع، بقى بيشوط كويس، بقينا بنجيب اهداف، وده اللي خلاني اخيرا اقدر ان انا اكسب ماتشات. بس حرفيا اغلبيه قوه الفرقه بتاعتي كانت من اللاعب بتاعي بس، والحارس بصراحه عشان كان بيصد كور كتيره قوي. ده الطبيعي يعني عشان مفيش اي شوطه حرفيا بتيجي عشان الحارس قوي جدا. وصلت بقى لحته معينه وقررت بقى ان انا اقفل اللعبه دي واروح اللعبه بعديها. بس قبل ما اروح اللعبه اللي بعديها انا لازم اقيم اللعبه دي. فيفا ستريت 2 انا بالنسبه لي اللعبه دي احسن من فيفا موبايل او اف سي موبايل دلوقتي بجد. يعني شوف دي نازله في سنه كام ودي نازله في سنه كام، وحاسس ان في فرق مش طبيعي. يا اخي فرق المتعه، يا اخي فرق المهارات، يا اخي فرق كل حاجه، يا اخي فرق اي حاجه. فدي اللعبه دي 9 من 10. والسبب اللي خلاني انقصها واحد هو عشان الحراس صعبين قوي، وانك مش كل شوطه هتيجي. لا هو انت حرفيا هتشوط 50 شوطه، واحده بس فيهم هي اللي ممكن تيجي. بعد ما انا خلصت فيفا كده انا لازم اختار لعبه تانية، واللعبة اللي وقع عليها الاختيار وهي تيكن 6. اللعبة صاحبي هو اللي قال العبها، بس انا معاها كام مشكلة. المشكلة اللي هي هتظلم اللعبة دي، وهي اللي انا اصلا ما بحبش نوع الالعاب دي، وهي الالعاب القتالية اللي كلها فايت بس. الفكرة ان اللعبة دي ليها جمهورها، ليها الناس اللي بتحبها. فانا لما لعبتها لعبت كام جيم. انا حرفيا ما لعبتش حرفيا كام جيم، انا لعبت حرفيا جيمين 10 دقايق بالظبط. 5 دقايق منهم انا كنت حرفيا عمال بتلطش، والباقي ال5 دقايق التانيين يعني انا كنت عمال بفتح اللعبه. بعدها زهقت وقفلتها. فالفكره ان سلسله تيكن هي سلسله مشهوره وناس كتيره قوي بتحبها وناس كتيره قوي بتشكر فيها وهتلاقي لها جمهور، فانا مش من الناس دي. فعشان كده انا شايف ان انا لو قيمت اللعبه دي انا هظلمها، فعشان كده قررت ان انا هطلعها بره التقييم. اللعبة اللي بعديها وهي لعبة ميد نايت كلاب. توضيح بس، اللعبة دي لعبة عربيات. انا كنت متحمس للعبة دي، بس لما دخلت حماسي قل جدا. انا حرفيا دخلت لقيت اللعبة عمالة بتعلق كمية لاج مش طبيعي. اللعبة انا حرفيا مشيت شوية لقيت اللعبة عمالة بتعلق شوية، والصوت اللي كان الراجل اللي كان عمال بيكلمني الصوت كان عمال بيقطع بيقطع بيقطع، وتقلل الجودة على الاخر ما بتشوفش حاجة. وانا كنت مدرك ان دي مشكلة من معالج الموبايل، بس لما لعبت اللعبة اللي بعديها سألت نفسي هو ازاي طيب اللعبة دي بتعلق واللعبة التانية لأ. بس حاولت ان انا اتعامل وان انا احاول اجرب اللعبة شوية، بس فعلا اللعبة لا تطاق. فانا هدي للعبة دي تقييم 2 من 10. ليه بقى مديلها 2؟ مديلها 2 عشان انا مدرك ان اللعبة دي هتبقى حلوة عشان انا بحب العاب العربيات، بس الفكرة ان اللعبة بتعلق، فاكيد لو سبت لها فرصة ممكن تطلع حلوة. اللعبة الاخيرة في القايمة طبعا انا مخلصتش الالعاب كلها، بس الالعاب اللي انا اخترتها وهي لعبة بنتن بروتكتور اوف ايرث. اللعبة دي احسن لعبة لعبتها على البي اس بي او البي بي اس اس بي بي، حتى احسن من فيفا ستريت 2. اللعبة متكاملة، اللعبة فيها كل حاجة انا عايزها، اللعبة قصة حلوة، اللعبة قتال حلو، اللعبة متعة، اللعبة الغاز. يا اخي ده حتى الجرافيك باين على اللعبة ان هي لعبة جديدة حتى مش لعبة قديمة. الفكرة ان اللعبة ما كانش فيها اي لاج
لا اللعبه فعلا ما فيهاش اي لاج، وده اللي انا قلته على لعبه ميد نايت، اللي هو طب ازاي لعبه ميد نايت عليها لاج بالشكل الغبي ده، ولعبه بنتين دي ما عليهاش لاج حرفيا. الفكره انك بتستمتع وانت بتلعب. لا هو انا حرفيا خلاص اول 3 مراحل، وبكلمك بعد ما خلاص اول 3 مراحل وخلصتهم بسرعه، يعني انا فعلا خلصتهم بسرعه. في تنوع في طريقه الضرب، يعني مثلا ممكن تدوس مربعين مثلث وهيجيب لك طريقه مثلا ضربه جديده. دايره مثلا بفور ارمز يشيل مثلا العدو لو انت قريب منه ويقوم مطيره، او من الارض كده يجيب لك حجره ويقوم راميها على العدو. ولا يعني في حرفيا تنوع كبير قوي في القتال. اللعبه دي حتى احسن من لعبه بنتين اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات، من ناحيه الكاميرا، من ناحيه الالغاز، من ناحيه القتال، من ناحيه كل حاجه حرفيا. يعني مثلا الكاميرا يعني منظورها كويس، وكل منطقه فيها مناسبه قوي. بص بقى انا تقييمي للعبه دي 10 من 10 مستريح. كده انا خلصت الالعاب اللي انا اخترتها من القائمه اللي المتابع عملها لي، واللي كان اسمه عبد الرحمن. فشكرا ليك جدا بجد، ولو انت برضو عندك العاب عايزني العبها قول لي في التعليقات. بس الفكره انا لسه ما خلصتش. فاكر لعبه سبايدر مان 2 اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات اخيره بقى، واللي هي اللي انا يعني انا عايز اتف في وشها مش عارف ليه. يعني في ناس حبتها، يعني اظن ان في ناس بتحبها، بس انا ما حبيتهاش خالص، وهي لعبه سبايدر مان 2. اللعبه دي انا ما عجبتنيش من الاخر. السوينجنج بتاعها انا دخلت انا فضلت بطير لسبب ما، انا عمال بطير بمسك في السحب تقريبا، ما اعرفش انا في حاجه انا بمسك فيها السحاب وعمال بطير، وبيقول لي اقتل اضرب الطياره دي. انا فضلت قاعد نص ساعه مش عارف امسك الطياره دي. اللعبه دي انا غيرت رايي عنها 180 درجه. انا كانت مشكلتي مع اللعبه دي الجرافيك والسوينجنج، فعلا بكره السوينجنج بتاع اللعبه دي. بس لما كملت اللعبه دي لقيته ان اصلا ما بيعتمدش على السوينجنج اكتر حاجه، فانت مش هتتضايق قوي من السوينجنج. لا هو المهام مش معتمده اصلا على السوينجنج، المهام حرفيا معتمده انك تنقذ شخص وتقاتل بوس، او تنقذ مثلا 5 اشخاص، تروح تفتح حاجات وتعدي من مرات. لا هو حرفيا مش محتاج اي سوينجنج. فده اللي خلاني اللي انا ما اتضايقش من اللعبه قوي. حوار الجرافيك لا انا ما بقتش بتضايق منه خالص، بالعكس انا بقيت متعود عليه. فعلا اللعبه قصتها حلوه، فعشان كده ادي للعبه دي تقييم 7 من 10. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك شير في القناه، وعايزك بقى في التعليقات ترشح لي العاب العبها بي اس بي. وبس كده، سلام.